مشجعة صغنونة جميلة زملكاوية، تعال نسمعها بتقول ايه. رحمة الله على كابتن محمد صبري، يا رب تكون في الجنة. وعايز أشكر جدا مجلس إدارة نادي الأهلي على رأسهم كابتن سيد عبد الحفيظ. اتبسطت جدا لما شفت اللي هو من أوائل الدفن. تعالوا بقى نخش الكابتن حسام. منتخب مصر امبارح خسر 2-0 أوزبكستان. أنا آسفة مش عارفة أقول الجملة. أول مرة أشوف إن حد يلعب بمساك واحد بس، بيلعبوا برامي ربيعة بس. امتى حمدي فتحي هاني مساكين؟ يعني لو عملوها ماتش مش هيعملوها كل ماتش. عايز حد يجي يقول لي ده تجربة بتقول اللي انا داخله على بطولة افريقيا، يعني طبيعي ان انا العب بالمساكين اللي عندي. يعني محمد اسماعيل انت واخده زينه، واخده ديكور. ملك حسام عبد المجيد انا بقى نص الملعب، لعب لي بزيزو باك يمين وفيصل باك شمال. يعني انا حاسه بنلعب بخطه عين صابتني ورب العرش نجاني. اول مره اشوف منتخب بيلعب بكل الفرقه هجوم. هنا عندي سؤال، سواء حمدي فتحي أسامة فيصل اللي أنا أصلا مش عارفة هو مهاجم ولا مدافع ولا بيساعد الجمهور، منتخب عشوائي بلا شكل. المفروض يا كابتن حسام إن دلوقتي التشكيلة اللي احنا بنشوفها هي دي اللي هتضم الجمهور المصري. احنا عندنا شكل فرقة. تخيل معايا كده يا عزيزي المستمع، اللي منتخب أوزبكستان، معلش مش عارفة أقولها، تعتبر من أقل الفرق اللي ممكن تلعب معاها. بالك بقى يا عزيزي المستمع قابلت مثلا منتخب المغرب، ما تلاعب فرقة منظمة هتتكشف. انا حاسه ان احنا بنرجع من المنتخب لسنه 2000 قبل الميلاد. يعني انا امبارح مش مستوعبه صلاح محسن وزلايكا وطاهر، اللعيبه دي ما ينفعش في منتخب مصر. ومع نزول فتوح الجبهه الشمال اشتغلت وبدانا نعمل اوفرات. كابتن حسام مطلع مصطفى محمد. قول لي ازاي؟ ابعد عن الجملات، هات اللعيبه اللي تستاهل. انا زي كابتن حلمي وطولون لازم محمد عبد المنعم يلعب في المنتخب. ومش عايزه اقول احمد حجازي عشان ما تفهموش غلط، بس المبدا بتاع المنتخب الحب والكره ده ما ينفعش. هنرجع من اول ماتشين قبل اصلا ما نصلي المغرب. دفاع مصر امبارح انا كنت مش فاهمه هو ده دفاع مصر ولا دفاع ببجي، لا شكل ولا اداء ولا روح. واحنا مش هنسمي على اي مدرب لان مصلحتنا الاولى هي منتخب مصر. زي